السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. احنا النهاردة بقى لبسنا وإيه خرجنا ورايحين فين؟ احنا رايحين عند ماما النهاردة. وإيه ليه بقى رايحين النهاردة؟ في مناسبة سعيدة جدا، في مناسبة حلوة. النهاردة عيد ميلادها، فاتجمعنا النهاردة علشان خاطر نعمل لها مفاجأة حلوة. ونحتفل بعيد ميلادها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجة يعني حفلة صغيرة بسيطة كده مع بعض. واحنا دلوقتي راكبين طبعا الميكروباص. المكان اللي احنا رايحين وماشيين فيه دوت اسمه امتداد 15 مايو. امتداد 15 مايو دوت موجود فين؟ موجود شرق حلوان، وعلى بعد حوالي 35 كيلو متر من القاهرة. هنلاقي من ناحية الغرب هو طريق الأوتوستراد مصر الجديدة. طيب، وهنلاقي من الشرق، هنلاقي من الشرق أراضي أملاك الدولة، قوات المسلحة يعني. وهنلاقي كمان من الجنوب هنلاقي طريق الصعيد. يعني عايز اقول لكم كمان الشمال اراضي قوات المسلحه دوت. هنلاقيها بتبعد عننا حوالي 6 كيلو ونص، وده بيبقى شرق نهر النيل. خلاص. شايفين المكان قد ايه جميل؟ المكان بصراحة تحفة جدا. الشوارع ما شاء الله الله اكبر يعني واسعة. الشوارع نظيفة، يعني بصوا قد ايه نظيفة. هنلاقي كمان قدام كل شارع من الشوارع، وقدام كل وحدة سكنية بيكون حاطين صندوق علشان خاطر الناس تحط فيها اللي هي القمامة بتاعتهم. وقد ايه الهوا كمان نقي، يعني الهدوء والنظافة ونقاء الجو حاجة حلوة جدا جدا. بصراحة أي حد يتمنى إن هو يقعد في المنطقة دي لجمال وحلاوة المنطقة. طيب، احنا لو جينا بقى اتكلمنا عن المرافق أو البنية الأساسية، هل بقى المنطقة دي بتوفر فيها المرافق كلها ولا لأ؟ هنلاقي طبعا لا، الحمد لله متوفر فيها المية، وكمان متوفر فيها الصرف الصحي. والطرق بتاعتها زي ما انتوا شايفين اهي، الطرق متسفلتة. يعني طبعا هنلاقي فيه جزء كبير جدا جدا اتسفلت خلاص من المناطق ديت. هنلاقي كمان ان الكهرباء برضو وصلت. والكهرباء خلاص، يعني المنطقة كلها بتتميز بتوصيل الكهرباء. والاتصالات، هنلاقي الاتصالات كمان متوفرة والخدمة كويسة. تقريبا عندهم حوالي 3 خطوط نقل عام. يعني مثلا نلاقي من 15 مايو العباسية، طريق الأوتوستراد مثلا من 15 مايو لعبد المنعم رياض. في عندهم خدمة السكانية زي مثلا من 15 مايو والسيدة عيشة وجامعة القاهرة. ده بيخدم كل سكان المدينة. عندهم كمان يعني في سيرفيس خارجي كده، ده من مايو الحلوان، وفي سيرفيس خارجي من مايو للعباسية، وفي سيرفيس داخلي كده. ده بيربط بقى الأحياء اللي هي بتاعة المدينة، اللي هي من حوالي 150 إلى 100 ل 250 تقريبا. بقية الطريق دوت بقى اتبنت كنيسة، بس هي لسه ما جهزتش. وكمان لو مشينا شوية اهو هنلاقي على ايدينا الشمال اتبنى مسجد. المسجد دوت اسمه مسجد فاطمة النبوية. دلوقتي خلاص اتشطب، والناس خلاص بقت تروح وتصلي فيه. دوت بيخدم المنطقة السكنية، الحتة اللي احنا ماشيين فيها بس، لكن في اكتر من مكان تاني مبني فيه مساجد وكنايس كتير. هنخش بقى دلوقتي، خلاص احنا قربنا من البيت قوي. هنحضر نفسنا بقى عشان خاطر ننزل ونعمل المفاجأة الحلوة اللي احنا رايحين لها، واللي احنا طول الطريق بنتكلم علشان خاطر حفلة العيد ميلاد اللي احنا نخش نعملها. يا رب الحفلة اللي احنا نعملها تبسطها وتسعدها. لان احنا بقالنا فترة طويلة ما بنشوفهاش علشان خاطر قلقا وخوفا يعني من فيروس كورونا. بس الصراحة احنا ما حبيناش خالص ان احنا نعدي المناسبة الحلوة ديت. لازم قلنا لازم نروح لها وكمان نتغدى معاها. هنتغدى بقى، اخش النهاردة هكلمها ان انا عايزة اكل محشي عندك النهاردة، فهنظبط بقى كده ونعمل المحشي.
لان هو المحشي في يوم عيد ميلادها دوت، ده حاجة اساسية لازم نعملها. يلا بينا بقى عشان خاطر ننزل ونخش نعمل الحفلة الصغيرة بتاعتنا. طبعا احنا خلاص بقى سلمنا، وكل سنة وانت طيبة يا ماما، واحنا جايين لك الصراحة النهاردة عشان خاطر عيد ميلادك. وزي ما قلت لكم بقى كده لازم، وصممت ان احنا هنعمل محشي النهاردة. فعملنا فعلا محشي كرنب اهو زي ما انتوا شايفين، وعملنا فراخ مشوية في الفرن. المحشي بتاع الشتا دوت والوقت ده بالذات، لا المحشي بيبقى مسكر جدا، يعني حاجة كده ما ينفعش الواحد يختلف عليها. عملنا شوية ملوخية بقى كده ناشفين، ده بقى الملوخية الناشفة بتاعة الشتا برضو بيبقى ليها طعم تاني. وكمان جبنا بقى التورتاية اهي، شوفوا شكلها حلو ازاي. التورتاية ديت هي كده شوكليت من بره، لكن طبعا هي فاتحة من جوه وكلها مكسرات. جبنا جنبها بقى كده ايه علبة حلويات مشكلة، يعني ايشي بقى بسبوسة على كنافة على جلاش جلابية بقى على كده لقمة القاضي، يعني وكمان ايه كنافة بورمة كده اللي هي المحشية، حاجة كده مشكلة يعني. كمان عملت ايه، لا وجبت كمان هدية صغيرة كده لهي بنت اختي. الهدية دي بقى ايه كانت عبارة عن ايه، عبارة عن العلبة اللي انتوا شايفينها دي شكل البونبوني من بره كده، وجواها حاجات هي بتحبها. زي ايه بقى، تعالى هوريكي، هنفتحها كده مع بعض وهوريكي ايه اللي جوه العلبة. بص يا ستي بقى جوه العلبة عندنا الحاجات اللي بتحبها كل بنوتة صغيرة. في عندنا بقى ايه اسورة وحلق وخاتم وتوكة. هفتحها لكم واحدة واحدة وهوريها لكم شكلها عامل ازاي. بصوا بقى هي كمان كده من قريب، ده كده شكلها من قريب قوي. طبعا البنات الصغيرة بتحب الحاجات البينك، الحاجات اللي هي ألوانها جذابة. دي توكة، دي توكة كده مشبك اهي، شوفوا قد ايه رقيقة وحلوة. طيب هنفتح ايه كمان هنطلعه، ده الخاتم، بصوا الخاتم عسول خالص ازاي، خاتم صغنن خالص كده وعسول. الصراحة انا عارفة ان هي بتحب الحاجات دي فحبيت ان انا اجيبها لها. ده كده التوكة والخاتم مع بعض. دي بقى التوك دي برضو توك مشبك. ودي الاسورة، الاسورة طبعا الوانها كده ايه يعني بينك في لبني في اوف وايت، الالوان دي المتداخلة كده مع بعضها حلوة جدا. طبعا اللي فوق خالص ده حلق، الحلق برضو كده عسول خالص. وكانت الهدية بتاعت هيوشة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.